نادي الاسماعيلي ليه ما كانش موجود في انتخابات الجبليه؟ يعني اللي انا سمعته ان هو لا، نادي الاسماعيلي الاول ما جاش، كان متغيب هو واتحاد الشرطه، وبعدين لا ده الاسماعيلي ابطل صوته. انا ما بقتش عارفه الاسماعيلي فعلا جه او ابطل صوته ولا عمل ايه. هقول لك لحضرتك القصه. طبعا احنا ما فيش خطا من عندنا، واللي حصل ان كان انا كنت في الامارات وحاجز وراجع عشان احضر، ان انا كنت مكلف ان انا احضر انا. ففوجئت المنتخب الوطني كانوا بيعملوا ماتشين هناك، منهم الماتش اللي في دبي وانا مقيم في دبي. فكنا قاعدين بنتعشى في مطعم، فانا اعرف الكابتن سمير عدلي والكابتن زكي، فشفتهم سلمنا على بعض وعزموني على المباراه. ان هم يعني كانت البعثه من اتحاد الكوره، وما فيش اتحاد كوره وكلام من ده. فقلت لهم انا هقبل عزومتكم، بس انتوا كمان كمنتخب تقبلوا عزومتي على العشاء النهارده. كنا يوم الاربعاء، قال لا طب خليها للجمعه، فما ينفعش ان انا اقول الاربعاء الصبح يعني ان انا اقول لهم لا. طب خلاص. فجاي لي بعثه المنتخب بالكامل، فرحت متصل بالنادي بكابتن انوس. كابتن انوس ابعت مكاني حد. فكابتن انوس قال لي ده في مشكله، ان كان المفروض ما دام بتغير، ان احنا كنا اخترناهم قبلها باسبوع. فانا كلمت احد مسؤولي الجبليه، احنا عندنا مشكله كذا كذا. قال لي تغيير لا، لكن ممثل ليك بتوكيل رسمي بصفتك رئيس مجلس اداره النادي ممكن. بس انا عامل توكيلين بصفه رئيس مجلس اداره للمستشار القانوني الشخصي بتاعي والمستشار القانوني بتاع النادي. فطلبت منهم انهم يروحوا، ويروح كمان عضو مجلس اداره معاهم عشان كان في حاجه يتسالوا لهم. فالمسؤول الجبليه حولني على احد المستشارين بتوع لجنه الانتخابات، وقال لي الموقف كده قانوني. وعلى هذا الاساس انا يعني مش معقوله عزمتهم وابقى مش موجود في العزومه المنتخب، وجم وعملنا ليله جميله مصريه ليهم. خرجوا من المعسكر كلهم من الماتش الكوره اللي كنا بنلعب فيه كونغو 3-0، جم على الحفله، وحفله ليله مصريه عملناها في احد المطاعم الشهيره هناك. كانت ليله جميله جدا، وكان فيها فرح وجايين مبسوطين، وكان فيها كل افراد البعثه بالكامل. فالمهم دخل المستشار اللي معاه التوكيل الرسمي بصفتي طبقا للاتفاق مع مسؤولي الجبليه. فدخله وراح ينتخب، فلاجل بخته انه جاء قدام رئيس اللجنه، فقال له لا، ده انت كان لازم تبعت جواب من 7 ايام. فانا قلت له اسال عن فلان، وهو عضو لجنه اللي كنت كلمته في التليفون، فسال عنه. قال له يا فندم ده التوكيل مظبوط، وفي كمان نادي دخل، نادي قنا بتوكيل برضه عن رئيس النادي وصوت ادى صوته. فالوضع الطبيعي النادي الاسماعيلي يدي صوته. احنا كان لينا طبعا كابتن اسامه انه ابن النادي، كنا واخدين قرار ان احنا هنديله. فقلت للمستشار روح هات الكابتن اسامه قول له تعالى احنا موجودين اهم، ورئيس لجنه متعدد، وصمم على كلامه رئيس اللجنه. الانتخابات كانت محسومه، بس احنا كان صوتنا، احنا 8 اصوات، احنا صوت من 8 اصوات. كابتن اسامه بعد ما حاول معاهم في الاخر قال يعني خلاص انتوا عملتوا اللي عليكم وخلاص. وهذا على هذا الاساس النادي الاسماعيلي ابطل صوته، لكن كان المفروض ان الصوت بتاعنا نضعه في الصندوق، وكان صوت قانوني. بس رئيس اللجنه تعنت. علشان كده ابطل الصوت. عشان كده ابطل الصوت، مش بايدينا يعني. ومع ذلك انا طلعت اعتذرت على الصفحه بتاعتي وعلى كل المواقع عن اللي حصل نيابه عن مجلس اداره النادي الاسماعيلي، واعتقد الناس تقبلوا اعتذاره، والكابتن اسامه تقبل الاعتذار. حضرتك متوقع ايه في الفتره الجايه؟ رجوع للدوري ولا لا برضه، ولا الغاء تام للدوري؟ يعني بتفكر فيه ازاي؟ هو سماح لازم ان الدوري يرجع، لازم. حرام. تعالي شوف يعني احنا دلوقتي مضطرين هنوقف التدريبات في قطاع الناشئين. طبعا احنا يعني في الفتره الاولانيه ان هنقلل التدريبات وهنقلل عدد المدربين شويه، تمام، لان احنا عايزين ندي لهم رواتب. فادي موقف الفريق الاول. بختنا ان احنا عندنا بطوله عربيه هنستمر، مفيش اي دخل خالص. في علينا التزامات يوميه والتزامات اسبوعيه والتزامات شهريه وسفر وحاجات زي كده، ومع ذلك
مفيش فلوس. احنا جزء من المنظومه. يمكن في انديه عندها فلوس، احنا ما عندناش اي دخل دلوقتي في الفتره الحاليه دي. بالتالي الناس بتنضر كتير جدا. مفروض ان القرارات، احنا عندنا ودوله دلوقتي بقت ما شاء الله، عندنا رئيس منتخب وعندنا امن بيتعافى، وبعدين ما فيش جمهور، وبعدين ده احنا بنلعب في ملاعب للقوات المسلحه. القوات المسلحه على الاقل بتامن الارض اللي هو قاعده فيها، يعني مش محتاجه امن من بره كمان. يعني وايه اللي ممكن يحصل؟ احنا بكره عاملين مبادره، حضرتك لو بعتي تصوري، عندنا ماتش مع نادي الكنال، مش احنا اللي عاملينها، الالترس بتاعنا عايز يقول للدنيا كلها احنا هنخش الملعب وهنأمن الملعب بنفسنا، وهنلتزم كويس جدا جدا جدا، عشان يدوا بس رساله للمسؤولين. الناس حرام، في بيوت بتتخرب، في ناس مستقبلها راح، في لعيب، في جيل بيضيع كمان. احنا عندنا جيل ضاع في 67. احنا كنا جيل لعيبه كوره، حواه كوره في النادي الاسماعيلي، حواه. كنا بنلعب بالكره الصغيره التنس دي، بنلعب بيها كوره محدش يقدر يعملها. وكلنا لما قامت الحرب ووقفت الكوره، ضاع الجيل ده كله، هيضيع اجيال ثانيه. وبعدين انا سمعت الدكتور اللي دخل مع حضرتك مداخله يقول لك دي صناعه مش ترفيه. وهي فعلا صناعه بتجيب دخل جامد جدا من بره، بتجيب فلوس، بتجيب دولارات. لو عندنا فرق كويسه بتطلع بره، هيبقى في دخل لمصر. السياحه طالما الكوره مش موجوده، يعني البلد دي غير مستقره، يعني ما فيش سياحه. فانا بتمنى من المسؤولين انهم ياخدوا القرار، وبتمنى من التراس النادي الاهلي اللي وقف جنب ناديه طول الفترات السابقه انه يترك الامر للعداله. تمام. والعداله اكيد هتاخد مجراها. احنا عندنا قضاء شامخ عظيم، بس بالضغط ده في مشكله، ما انتش عارفه الحكم اللي هيصدر يوم الاثنين ايه، هيعجب دول ولا ما يعجبش دول، وتبقى مشكله اكبر. فبنتمنى ان الامور تهدى، وسيبوا الامور تمشي، عشان في ناس مضاره كتير قوي. اتحلت مشكله الراعي للنادي الاسماعيلي؟ الراعي الحقيقه احد الشركات المحمول اللي عايزه تعمل خط عرض انها تاخد راعي للنادي الاسماعيلي كمان. احنا كان عندنا مزايده يوم اول امبارح تقريبا، عشان ندي للراعي النادي الاسماعيلي، وجالنا 2 كبار، جال الاهرام وجال المؤسسه اللي واخده النادي السبونسر بتاع اتحاد الكوره، وكنا هنعمل المناقصه. بس طبعا لما وقف الدوري، احنا هنبقى مظلومين وهم هيبقوا مظلومين. هم اكيد راجعوا نفسهم عايزين يقللوا، واحنا في نفس الوقت عايزين نجد دخل النادي الاسماعيلي. فاتفقت الاراء ان احنا ناجلها شويه عبال ما نشوف المشكله اللي حصلت بدون وجه حق، بعد ما الامن كان قايل والاتحاد الكوره كان قايل اوكي. ايه اللي حصل؟ ما احناش عارفين. فلازم اجتماع موسع عشان يبقى كل واحد ياخد دوره. الامن دلوقتي بيقول انا العب المباريات في اي مكان. المفروض الاماكن دي هتتاخد، الماتشات دي هتتلعب داخل وحدات القوات المسلحه، داخل اراضي القوات المسلحه. فالاراضي القوات المسلحه بتامن اراضيها، ما هي بره الحكم، بره الحياه الموجوده السياسيه دلوقتي. يعني ما بقاش في مش المجلس العسكري يعني بس بيامن نفسه. فالماتشات عنده جوه في الوحدات، فمؤمنه من تامين المواقع العسكريه وتامين الشرطه من بره. علاوه على كده، الفتره اللي فاتت دي خلت الالتراس بتاع الانديه كلها مستكين يعني. ونتمنى ان برضو نجيب حق الشهداء ونستمر في المطالبه بيه. لكن حضرتك شوفي في مداخلات لامهات بيقولوا مش عايزين حد يدعي علينا، يعني احنا اولادنا راحوا، فمش عايزين كمان نخرب بيوت. فاتمنى ان يبقى في قرار قريب بعوده الدوري، والا هيبقى في مشكله كبيره. المشكله اللي حضرتك بتتكلم عنها بتاعت الراعي، انه يعني حتى يقول لك دايما ايه، في مصر بعد الثوره ما حدش عايز يدفع. بالظبط كده، بالظبط. دي مشكله، من 7 مليون ل 3 مليون. وحتى في الانديه كلها كله بيعاني. دي صناعه، دي مش ترفيه، هي صناعه. جزء منها يعني كل واحد يعني بيشوف بلده، بيشوف انتماء لبلده، لقريته، لمدينته. فده بيربي انتماء كمان عند الجمهور كمان، اللي هو مش قادر، لكن بيجيب دخل
للدوله. فريق لو الفريق القومي في روافد ليه وبيطلع بره بيجيب دخل، النادي الاهلي بيجيب دخل دلوقتي لما احنا طلعنا بره في دخل داخل وداخل من بره بالعمله الصعبه. المهندس عثمان احمد عثمان خد النادي الاسماعيلي في عز ما كانت مصر محتاجه الدولارات، وكان بيجيب دعم للدوله. كوره رياضه مع انها كانت واقفه، فاستمرارها هيبقى مشكله كبيره جدا. اتمنى بسرعه يتخذ قرار بعودتها. يعني انا اتمنى النادي الاسماعيلي المجلس ده الحقيقه بعد 45 يوم قدر انه يحاول يعمل سوبر ماركت كبير، يحاول ان هو يعمل خط زي ما حضرتك شرحت خط الدراويش، تخصيص ارض من المحافظه ليه، محاوله انه تاجير حمام سباحه. يعني بعض الانجازات في 45 يوم اعتقد انها كتيره على 45 يوم ان المجلس يبتدي يفكر فيها، لكن بالتوفيق بقى ان شاء الله الخطوات اللي جايه تبقى اسرع شويه ان شاء الله. ان شاء الله يا سماح، وربنا يكرمنا كلنا كده ونخدم جمهور اسماعيليه ويبعد عنك المبتزين. لا، ما هو انا خدت قرار في صد وهم هيبانوا بالظبط. اصل واحد بيهاجم بدون مبرر. بالظبط، انا دايما اقول في الاخر انه لا يصح الا الصحيح، يعني مهما كان في اي حاجه برضو اللي بيطلع على السطح هو اللي بيبقى صح. يعني بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده. انا اللي بشكرك. شكرا لحضرتك، جدا. متشكره جدا. شكرا.